يا أهلا بيكم. سؤال دايما بيتسأل، الكتاب اللي معانا النهاردة هل هو نفسه اللي اتكتب من آلاف السنين؟ يعني هل ممكن فعلا نثق في نص قديم للدرجة دي؟ ده سؤال مهم وبيشغل بال ناس كتير. في الدقايق اللي جاية خلينا نبص مع بعض على أقوى الحجج سواء المنطقية أو التاريخية اللي بتحاول تجاوب على السؤال ده. بس قبل ما نجاوب لازم الأول ناخد خطوة لورا ونسأل سؤال أهم. هو إيه أصلاً الكتاب المقدس؟ يعني هل هو مجرد كتاب واحد كتبه شخص واحد؟ صدقوني الإجابة على السؤال البسيط ده ممكن تغير وجهة نظرنا كلها. بصوا، الحقيقة إن الكتاب المقدس ده مش مجرد كتاب، لا، ده عبارة عن مكتبة كاملة. تخيلوا كده معايا 66 كتاب مختلف كتبهم أكتر من 40 كاتب، ودول بقى من كل شكل ولون، في منهم ملوك وفي صيادين وفي أنبياء، وكل ده على مدى 1500 سنة. لما نفهم التركيبة دي، فكرة إن في جهة واحدة بس قدرت تتآمر وتغير كل ده بتبقى صعبة جدا، شبه مستحيلة. والمكتبة دي بقى متقسمة لجزئين أساسيين. الجزء الأول هو اللي بنسميه العهد القديم، وده هو الكتاب المقدس بتاع الديانة اليهودية، والناس دي حافظت عليه بمنتهى الدقة والحرص. الجزء الثاني هو العهد الجديد، وده اللي بيحكي عن حياة السيد المسيح وتعليمه وتلاميذه، وطبعا اللي حافظ عليه هم المسيحيين الأوائل. طيب، النقطة المهمة قوي هنا فين؟ إن المسيحيين بيؤمنوا بالجزئين دول مع بعض، ومن هنا بيبدأ لغز منطقي بصراحة مثير جدا للتفكير. وهنا بقى بتيجي نقطة منطقية عبقرية بصراحة. فكروا فيها كده، هل يعقل إن خصمين بينهم اللي ما يتصلحش، يعني خلافات عقائدية من الأساس، يتفقوا في السر علشان يغيروا في نفس الكتاب اللي هم أصلا مش متفقين على تفسيره؟ لا طبعا، ده مستحيل. وليه؟ السبب بسيط جدا. اليهود والمسيحيين كانوا حرفيا كل واحد فيهم مراقب التاني زي الصقر. المسيحيين بيقولوا ان نبوءات العهد القديم دي كلها بتشاور على المسيح. تخيلوا لو اليهود حاولوا يغيروا حرف واحد فيها، فورا المسيحيين هيقولوا اهو بتحاولوا تخبوا الحقيقة اهو. وفي المقابل لو المسيحيين حاولوا يزودوا نبوءة من عندهم عشان تثبت كلامهم، اليهود هيصرخوا ويقولوا لا ده تزوير واضح. يعني من اخر كل طرف كان واقف حارس على النص ضد الطرف التاني. ففكرة انهم يتفقوا دي حاجة من عالم الخيال. تمام، ده كلام جميل بالنسبة للعهد القديم لأن كان عليه حارسين. بس ماذا عن العهد الجديد لوحده؟ هل كان ممكن حد يلعب فيه في بداياته كده قبل ما يلحق ينتشر؟ في تشبيه عبقري بيوضح النقطة دي كويس قوي. تخيلوا كده إننا مسكنا 1000 نسخة من نفس ورقة الامتحان ووزعناها على كل محافظات مصر من اسكندرية لأسوان، وجه واحد في أسوان حاول يغير سؤال. إيه اللي هيحصل؟ طبعا هيتفضح فورا أول ما نقارن ورقته بال 999 ورقة التانيين. ده بالظبط اللي حصل وقتها. الأناجيل والرسائل اتنسخت وتوزعت بسرعة البرق، في روما، في اليونان، في مصر، في سوريا، في كل حتة. ففكرة إن حد يغير النص في مكان واحد كانت مستحيلة، لأنه كان هيتكشف على طول في بقية الأماكن. والأهم بقى من كل ده إن الكلام ده كله اتكتب واتقال في عز النهار قدام الناس اللي كانت عايشة الأحداث دي وشايفاها بعينيها. يعني تخيلوا معايا كده، يوحنا وهو بيكتب إن المسيح أقام لعازر من الموت، أهل قرية لعازر كلهم لسه عايشين. لو القصة دي متألفة، مش كان أول ناس هتكذبوا هم جيرانه وأهله اللي كانوا موجودين؟ ده غير نقطة مهمة جدا، الحفظ وقتها كان جزء أساسي من الثقافة. يعني كان في آلاف النسخ الحية من الكتاب ماشية على الأرض جوه عقول الناس وقلوبهم. لحد هنا كل ده كلام منطقي وتحليل، بس هل في دليل مادي ملموس؟ يعني هل في ورق بردي، مخطوطات، آثار قديمة تدعم الكلام ده؟ الإجابة أيوة، والإجابة دي بنلاقيها في علم شيق جدا اسمه علم نقد النصوص. وهنا بقى بيجي اعتراض مهم جدا ودايما بيتكرر. طيب فين النسخة الأصلية؟ النسخة اللي الكاتب كاتبها بخط إيده. طالما ضاعت يبقى أكيد النص اتحرف. وده على فكرة سؤال منطقي ومهم جدا. بس المفاجأة بقى إن مفيش ولا عمل أدبي قديم من العصور دي كلها، لا الإلياذة ولا كتابات أرسطو ولا أي حاجة ليها نسخة أصلية لسه موجودة. كل التاريخ القديم وصل لنا عن طريق النسخ. فالمعيار اللي العلماء بيستخدموه مش هو وجود الأصل من عدمه، لا، المعيار هو عدد وقدم النسخ اللي بنلاقيها. وهنا بقى بتيجي المفاجأة الكبيرة. بالرغم من إن النسخ الأصلية مش موجودة، العهد الجديد بيكسر كل الأرقام القياسية بشكل مش طبيعي. تفتكروا العلماء لقوا كم مخطوطة يونانية منه؟ 10؟ 100؟ لا، أكتر من 5800 مخطوطة. وعلشان نعرف الرقم ده ضخم قد إيه لازم نقارنه بغيره. مثلا الإلياذة لهوميروس دي أشهر عمل أدبي إغريقي في التاريخ، عارفين ليها كام مخطوطة؟ حوالي 1900. طيب كتابات الفيلسوف العظيم أفلاطون حوالي 200 نسخة بس.
العهد الجديد بأكتر من 5800 مخطوطة مش بس بيتفوع عليهم، لا ده بيمسح بيهم الأرض من الناحية التوثيقية. يعني ببساطة لو هنشكك في دقة نص العهد الجديد يبقى بالمنطق لازم نمسك كل كتب التاريخ القديم دي ونرميها. ممكن حد يجي يقول لا استنوا، المؤامرة مش من اليهود، المؤامرة دي من الكنيسة نفسها. وهنا يجي السؤال، هل الكنيسة وقتها كانت هي المجرم اللي بيغير في النص، ولا كانت هي الحارس الأمين اللي بيحميه؟ يمكن الرواية المشهورة بتقول إنها كانت متآمرة، بس التاريخ بيحكي لنا حكاية تانية خالص. من أول يوم بنلاقي الرسل نفسهم بيحذروا من أي حد ممكن يجي بتعاليم غريبة أو مختلفة. وفي القرن الثاني حصل موقف مهم جدا، ظهر واحد اسمه ماركيون، والراجل ده عمل نسخة معدلة من الكتاب المقدس، شال منها العهد القديم كله وحذف أجزاء كبيرة من العهد الجديد. تفتكروا رد فعل الكنيسة كان إيه؟ هل قالوا له برافو؟ لا طبعا، طردوه واعتبروه مهرطق. التاريخ بيورينا إن الكنيسة كانت بتحارب فعلا عشان تحافظ على النص زي ما هو، مش عشان تغيره. والأقوى من ده كله إن التحذير ده جاي من جوه النص نفسه. اسمعوا اللهجة عاملة إزاي في رسالة غلاطيا: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثمة. كلمة أناثمة دي كلمة قوية جدا وقتها، معناها ملعون ومحروم من رحمة الله. يعني التهديد ده بيورينا إن مجرد التفكير في تغيير الرسالة كان يعتبر في نظرهم أكبر خطيئة ممكن إنسان يرتكبها. وهنا بنوصل لآخر وأهم سؤال في أي تحقيق في جريمة أو مؤامرة، وهو مين المستفيد؟ يعني لو افترضنا جدلاً إن فعلاً حصلت مؤامرة عشان يتغير الكتاب المقدس، مين اللي عملها؟ وكان هدفه إيه؟ وهنا بقى نظرية المؤامرة كلها بتقع على وشها. ليه؟ لأننا لما نفتح الكتاب ده ونقراه بنلاقي رسالة بتعمل عكس كل حاجة أي متآمر ممكن يكون عايزها. دي رسالة ضد السلطة الدنيوية، ضد كنز الثروات، وضد السيطرة على الناس. مين هيستفيد؟ زي ما شفنا اليهود والمسيحيين كانوا واقفين لبعض على الوحدة، فمستحيل يتفقوا. طيب إيه الهدف من المؤامرة؟ أي متآمر في الدنيا بيبقى عايز سلطة وفلوس، بس النص ده بيعلم العكس تماماً. بيقول مملكتي ليست من هذا العالم، وبيقول لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض. والأغرب من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. يعني التعليم دي هي الكابوس الحقيقي لأي حد بيفكر يخطط لمؤامرة عشان يكسب منها. إذن لما نجمع كل ده على بعض، الحراسة المزدوجة على العهد القديم وشهود العيان اللي حموا العهد الجديد وفيضان المخطوطات اللي بتؤكد النص وفشل نظرية المؤامرة من ناحية الدافع، بنلاقي نفسنا في الآخر قدام سؤال واحد محير. لو الكتاب ده كله نتيجة مؤامرة وتزوير، إزاي المؤامرة دي أنتجت كتاب بيعلمنا نضحي بحياتنا عشان أعدائنا ونتخلى عن كنوز الأرض ونخدم أفقر الناس؟ لو ده فعلا تحريف، يبقى ده أغرب وأجمل تحريف حصل في تاريخ البشرية كلها.